شيخ كريم، آخر حصة تدريبية قبل مواجهة فيتا كلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. آخر حصة جرت في روح أخوية مليحة، حضرنا، كانت تحضيرات مدة أسبوع. الحمد لله اللاعبين راهم واعيين بالمسؤولية. احنا جينا هنايا في 5000 كيلومتر باش ان شاء الله نعطيو كل ما عندنا وعزيمة، وان شاء الله توفيق من الله ان شاء الله. بركة نظن راني شفت أن اللاعبين واعيين بالمسؤولية وراهم جايين باش معولين على الفوز ومعولين على الأقل العودة بنتيجة إيجابية. سي نورمال، ما يخفالكش بلي اكتويلمون اون في لي دو ديرني ماتش اون في دي بون ماتش. ان شاء الله كيما يقول حنا هذه المقابلة تخصنا بزاف، هي اللي غادي يعني تحدد لنا بين المقابلات الجايين اسكو نجمو نطمحوا في هذا الكوب دافريك لا تشامبيونز ليغ. دونك اسبيرون ان شاء الله اون فا اتر ا لا اوتور، يعني نشرفوا فريق شبيبة الثورة والجنوب والجزائر ككل، ان شاء الله نكونوا على اوتور ان شاء الله. سيد علي يحيى الشريف، في آخر حصة تدريبية شفناك قمت بتحفيزهم في خلال دقيقتين أو 3 دقائق، تقدر تقول الأنصار وتقربنا الصورة واش قلت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا ماشي حفزتهم، وين هذيك كنا نديروها من ديبي سيزون، حنا نديروها باش نوعيو لي جوار باللي عندنا مقابله مهمه غدوه ان شاء الله، وعلى بالي لي جوار كاع موعيين بالمسؤوليه اللي تسنى فيهم. يخفاك باللي جينا لهنا باش ما جيناش حواسين، باش نديرو ريزيتا بوزيتيف، والناس اللي دارت فينا كونفيونس باش هما ما نخيبوهمش ان شاء الله. وانا راني واثق من صحابي ان شاء الله باش هما غدوه ان شاء الله نديرو نتيجه ايجابيه كما قال زميلي بركة من الاول، باش نشرفوا منطقه الجنوب وشبيبه الثوره وخاصه البلد الجزائر. وان شاء الله رانا واجدين ان شاء الله 100% باش هما نديروا مقابله رجوليه ان شاء الله. مامون حملي لي صعوبة كبيرة تلقتها شبيبة الثورة اللي وصل الملعب، هذه مجرد حصة تدريبية، فما أدرك يوم غدا اللقاء؟ واش نقول لك، هما كل الظروف راهم يهيئوها للفريق نتاعهم. ان شاء الله كاين عداله الهيه ان شاء الله تكون في الميدان غدا ان شاء الله.